حاجة تفعل بعد صلاة الصبح في رمضان، ما تروحش تقرأ قرآن. قبل ما تقرأ قرآن لابد أن تأتي بأذكار الصباح، وبعد العصر بأذكار المساء. هذا لأن بعض إخواننا وش يدير؟ ما شاء الله صلى الصبح سبح ومن بعد يحكم مصحف ويبدأ يقرأ قرآن. نقرأ القرآن لكن بعدما نأتي بالأذكار. تنبه لهذا الخطأ، كاين بعض إخواننا يديرها، يصلي بعد يحكم مصحف مباشرة. لا، أنت الآن تحتاج إلى أذكار الصباح والمساء. أبك هذه الأذكار حياة يا إخوان. أولا يحفظك الله بها، تحصن بها نفسك، وربي يعطيك بها قوة. كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول عنه ابن القيم قال كان يذكر الله من بعد الصبح إلى قبيل الظهر، هو يذكر الله عز وجل. فلما سئل عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قال هذه غدوتي، الغدوة تاعي يعني فطور الغداء، شغل حنا قهوة حليب. كان يقول لهم هذه غدوتي، فإذا ذهبت غدوتي سقطت قوتي. قالوا كان ماشي هذه الأذكار ما عنديش قوة. سبحان الله، هذيك الأذكار يمنحك الله بها قوة. إذا أنت أختي في البيت وأنت أخي في المسجد، بعد صلاة الصبح أقل شيء 5 دقائق 10 دقائق أكثر من ذكر الله. الأذكار الصباح والصباح، وزيد التسبيح، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو 10 دقائق مثلا، ومن بعد بدأ تقرأ قرآن. فتنبهوا إخوان جزاكم الله خيرا، لأن هذا الأمر يعينك على طاعة الله في رمضان وفي غير رمضان.